النحلة واحدة من أغرب الكائنات في الطبيعة. تقدم الضيافة لنا من العسل الذي تنتجه بنفسها. تعيش النحل في بيوت لها، تبنيها بجهد كبير على شكل جماعات. في داخل كل خلية هناك عشرات الآلاف من الخلايا المسدسة لتخزين العسل. النحل مكلفة بجمع رحيق الأزهار الذي هو نواة العسل لتعبئة هذه الخلايا بالعسل، وذلك يتطلب منها أقصى درجات المشقة. أظهرت نتائج آخر البحوث أنه لإنتاج نصف كيلوغرام من العسل على النحل أن تمر على 4 ملايين زهرة واحدة واحدة. مع أن تحديد مكان هذه الأزهار وحده عمل شاق. توزع النحلات فيما بينها هذه المهام بين الاستكشاف والإخبار. بمقارنة أحجام هذه النحلات مع الأماكن الفسيحة نتعجب. كيف تهتدي النحل إلى طريقها متجهة إلى منابت الأزهار؟ كيف تعود إلى خلاياها دون أن تضل طرقها أو تتردد فيها؟ كيف تبين للنحلات الأخرى في خليتها منابت الأزهار؟ وكلما بحثنا في مثل هذه الأسئلة نكتشف حقائق مدهشة. ترون على الشاشة نحلة وجدت منبت أزهار. مهمة هذه النحلة المخبرة العودة إلى خليتها وتعريف مكان الأزهار لنحلات أخرى. في البدء تذيق رفيقاتها قطعا صغيرة من الرحيق الذي جمعته من تلك الأزهار، وهذا يعطي النحلات الأخرى معلومات عن جودته. ثم تبدأ بعملها الأهم وهو تعريف النحلات بالجهة. تقوم النحلة بعملية التعريف بأسلوب عجيب جدا، إنه الرقص. تبدأ النحلة المخبرة الرقص في وسط الخلية باهتزاز في جسمها. عمل لا يصدق. أبهذا الارتعاش تعطي النحلات الأخرى جميع المعلومات التي تخص منبت الأزهار الذي وجدته؟ هو كذلك. فعلى سبيل المثال، إن كان الرقص على خط مستقيم فوق الخلية، فمعنى ذلك أن مكان الأزهار في اتجاه الشمس تماما. أما إن كانت الأزهار في الاتجاه المعاكس لجهة الشمس، تخط النحلة المخبرة خطا مستقيما في الاتجاه المعاكس تماما. انظروا، فالنحلة الآن ترقص إلى جهة اليمين تماما، وهذا يظهر أن منبت الأزهار يوجد على زاوية 90 درجة مئوية من الجهة اليمنى. أما هذه النحلة فتعرف لزميلاتها بزاوية 45 درجة من الجهة اليسرى للشمس. ثمة سؤال: النحلة تعرف الجهة وفقا للشمس، غير أن حركة الشمس دائبة. في كل 4 دقائق تميل إلى جهة الغرب بمقدار درجة واحدة، ويتوقع أن تقع النحلة في الخطأ. لكن يتبين أن النحلة تحسب حركة الشمس هذه أيضا. فعند تعريف النحلة المخبرة الجهة لزميلاتها لا تنسى أن تضع فرق حركة الشمس في حسابها، فكلما مر 4 دقائق تميل درجة إلى جهة الغرب في الزاوية التي حددتها. بفضل هذا الحساب الدقيق تهتدي النحلة إلى جهتها دون أي خطأ. النحلة المخبرة لا تخبر عن جهة الأزهار فحسب، بل تخبر عن المسافة أيضا، فمدة الرقص وعدد الاهتزازات تعلم النحلات الأخرى المسافة بدقة، وهي بعد حساب المسافة تخرج وقد تزودت الغذاء الكافي.
أقيمت في كاليفورنيا بأمريكا اختبارات عن خصائص النحل المدهشة. في الاختبار وضع 3 أوان مملوءة بالماء المحلى، وتركت في 3 أماكن متفرقة. بعد مدة كشفت النحلات المخبرة مكان هذه المصادر. النحلة التي وصلت إلى الإناء الأول علمت بنقطة، والتي وصلت إلى الثاني علمت بمستقيم، وأما التي وصلت إلى الإناء الثالث فعلمت بإشارة الجمع. لوحظ بعد دقائق أن النحلات في الخلية تابعت النحلات المخبرة وانتبهت إليها بدقة. فوضع العلماء إشارة النقطة على النحل التي كانت تتابع النحلة المعلمة بالنقطة. لقد وضعوا علامة على النحلات المتابعة لكل مخبرة بعلاماتها. وبعد دقائق وصلت إلى الإناء الأول المعلمات بالنقطة، وللإناء الثاني المعلمات بمستقيم، وللإناء الثالث المعلمات بإشارة الجمع. وهكذا ثبت أن النحلات في الخلية اهتدت إلى جهتها اعتمادا على النحلات المخبرة. هذا الكلام كله حقائق تتطلب التفكر فيها بدقة. ترى كيف ظهر التنظيم بين النحل بشكل لا يصدق؟ لماذا تقوم بمهمة المخبر حشرة صغيرة ليس لها عقل ولا إدراك؟ كيف تفكر بالبحث عن مصدر الغذاء وتخبره لزميلاتها؟ ولو فكرت بهذا، كيف استطاعت تطوير تقنية الرقص الذي تخبر به عن مصدر الغذاء ومسافته أيضا؟ كيف استطاعت النحلات في الخلية أن تفهم معنى حركات جسم النحلة المخبر وارتعاشاته؟ صاحب نظرية التطور الذي يدعي أن كائنات الأرض أنشئت بمصادفات يقف عاجزا أمام هذه الأسئلة، لأن خصائص هذه النحل تبين أنها أعطيت لها من قبل خالقها. فالله خلق النحل وألهمها وظائفها. هذه الحقيقة وردت في القرآن الكريم هكذا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.